في ليلة بيكون البرق والرعد شديد فيها لدرجة إنه بيصحي طفل صغير من النوم، وساعتها بيروح يفتح التلاجة وياكل من التورتة اللي فيها، وبيتفاجئ براجل عجوز واقف وراه. بس الراجل بيهديه وبيقعد معاه يحكي له حكاية وقت ما كان صغير، والراجل ده هو بطل فيلمنا النهاردة وهو ريمي ميليجان. وبيقول له إنه هو صغير كان عايش مع مامته في المزرعة بتاعتهم، وأبوه كان مسافر باريس يشتغل هناك وما يعرفش عنه أي حاجة ولا شافه من وهو صغير، وكل علاقته بيه إنه بيشوف الجوابات اللي بيبعتها لمامته. وفي مرة من المرات بيطلب منها في الجواب 400 فرنك عشان بيكون عمل حادثة ولازم يدفع المبلغ ده. ووقتها مامته بتطلع كل الفلوس اللي حوشتها في السنين اللي فاتت، بس للأسف ما بيكملش المبلغ، فبتضطر إنها تبيع البقرة بتاعتهم لجارهم روستو اللي بيستغلهم وبيشتريها بسعر قليل. وساعتها ريمي بيكون حزين لأنه كان متعلق بالبقرة دي جدا. وفي كل ليلة بالليل بيتسحب وبيروح مزرعة جارهم عشان يشوف البقرة ويطمن عليها. وفي يوم بيشوف هناك راجل عجوز فبيتخض وبيطلع يجري منه، وبيرجع لبيته وبيقابل مامته وهو مرعوب ومش عارف يتكلم. ولما مامته بتطمنه وبتهديه بيلاقي ان ابوه وصل، بس بيتفاجئ لما ابوه مش بيسلم عليه وكمان بيتخانق مع مامته بسببه. وبنعرف ان ريمي اصلا مش ابنهم، وان ابوه من 10 سنين وفي وسط عاصفة ثلجية كان رايح الورشة بتاعته ولقى ريمي موجود قدام باب الورشة، ووقتها اخده ووداه لمراته عشان يهتموا بيه ويراعوه لحد ما حد من اهله يسأل عليه وياخدوه، خصوصا ان لبسه وشكله يبان انه من عيلة غنية. وهي اهتمت بيه وربته السنين دي كلها لما محدش سأل عليه، وكانت خايفة انها توديه ملجأ لانها اتعلقت بيه جدا. وفي يوم من الايام جيروم بياخده معاه وبيروحوا للعمدة عشان يطلبوا منه مساعدة مالية، بس بنعرف بعدها ان جيروم كان بيكذب وقال بس كده عشان مراته تسيبه يروح معاه، وبنكتشف انه واخده عشان يوديه الملجأ. ولما ريمي بيعرف كده بيجري وبيهرب منه في المدينة وبيدخل يستخبى في مطعم، وجيروم ورجالة المدينة بيدخلوا وراه عشان يمسكوه. وقتها بنشوف رجل عجوز اسمه فيتاليس قاعد مع الكلب بتاعه. فيتاليس بيمنعهم انهم ياخدوا ريمي وبيطلب من جيروم ابوه انه يحكي له الحكايه كلها، ولما بيعرف حكايته بيعرض على جيروم انه يشغله عنده في مقابل انه يدفع له في السنه 35 فرنك. بيوافق جيروم فعلا وبياخد الفلوس وبيمشي، وفيتاليس بيربط ريمي من ايده وبيخرجوا. وفي اول يومين ريمي حاول كذا مره يهرب منه، بس فيتاليس بيطمنه وبيقول له انه خده عشان يحميه من دخوله الملجأ وانقذه ومش ناوي انه يأذيه ابدا. وبيطلع ان فيتاليس هو الرجل العجوز اللي كان في مزرعه روستو بالليل وقت ما ريمي شافه وخاف منه. وفي اليومين دول بيلاحظ ريمي ان فيتاليس مش غني ومش معاه فلوس يدفعها لجيروم كل شهر زي ما اتفق معاه، وبيتأكد ريمي انه عمل كده عشان بس يساعده. وساعتها بيتفق معاه انه يغني في العروض اللي بيعملها في الشارع، لانه بيكون سمعه قبل كده وهو بيغني للبقرة بتاعته وعرف ان صوته جميل جدا. وفي اول يوم طلب منه فيتاليس يغني قدام الناس بيخاف وبيقع على الارض وكل الناس بتضحك عليه، بس فيتاليس بيشجعه وبيقول له انه موهوب ولازم يكون واثق من نفسه، وبيقول له انه كان مطرب زمان وبيحضر حفلات الاغنياء وده اللي خلاه يعرف ان ريمي موهوب، وبيبدأ يعلمه الحروف والكتابة عشان يعرف يكتب جواب لمامته ويطمنه عليها. وفي اول جواب بيبعته لها بيحكي لها عن اللي بيعمله وعن فيتاليس، وكمان انه بيتعلم الغنى عشان يشتغل ويكسب فلوس كويسة. وبالليل بيقوم وبيسمع فيتاليس نايم وبيزعق وبينادي على مراته وابنه، والصبح بيعرف منه انه بسببهم بطل يغني ويحضر الحفلات الكبيرة. وبعدها بيخليه يتدرب على الغنى وبيفرح لما بيحس ان صوته عجب كل اللي سامعينه، وبيحس ساعتها انه بيحب الغنى لانه بيحس بالحرية والسعادة وقتها، وبيبدأ يحضر عروض ويغني للأغنياء. وفي يوم كانوا بيقدموا عرض في الشارع وبيلاقوا الشرطة جاية تقبض عليهم لأن ما بيكونش معاهم رخصة بتقديم العروض دي. وقتها فيتاليس بيقول لريمي يهرب هو والكلب بتاعه وبيمسكوه هو. وفي جلسة المحكمة القاضي بيقول إن فيتاليس بريء وما عملش حاجة تضر المجتمع، بس في التحقيق بيكتشفوا إنه اسمه مزيف، والقاضي بيسأله عن اسمه الحقيقي عشان يفرج عنه، بس فيتاليس بيرفض إنه يقول اسمه الحقيقي. ولما ريمي بيطلب منه يقول الحقيقة بيقول له إنه كان السبب في موت مراته وابنه، وده في الوقت اللي بقى فيه أشهر عازف حفلات في إيطاليا وما بقاش يحب ولا يلاقي وقت يقضيه مع عيلته. وفي ليلة ابنه كان مولع شمعة ومستني أبوه يرجع من الشغل، بس الشمعة بتقع على الأرض والبيت بيولع وبيموت الولد هو ومامته. وقتها فيتاليس بيحس بالذنب ناحيتهم وإن هو اللي قتلهم، وفي الوقت اللي بيكون فاكر إن حياته المهنية خلاص انتهت بيتعرف أكتر من الأول وناس كتير بيكونوا جايين يحضروا الحفلات بتاعته، وده اللي خلى فيتاليس يعتزل الغنى ويبعد عن الفن نهائي. ولما ريمي بيعرف كل ده بيوعده إنه هيستناه لحد ما يخرج من السجن بعد شهرين، والفترة دي بيعيش في المركب اللي بيقدم فيها العروض بتاعته، وبيتعرف على بنت غنية اسمها ليز واللي بتكون على كرسي متحرك، وبتدخل اوضته في يوم وبتشوف البطانية اللي كان ملفوف بيها وهو صغير، ولما بتسأله بيحكي لها حكايته كلها
بيقول لها وبيحس انه اتبسط لما قال لها كل حاجة. وبعد الشهرين ما بيخلصوا بيخرج فيتاليس من السجن وبيروح لريمي، ومامة ليز بتطلب منه يخلي ريمي قاعد معاهم لأن ليز بتكون اتعلقت بيه جدا، وكمان بتكون داخلة على عملية كبيرة ومحتاجة نفسيتها تكون كويسة. بس فيتاليس بيرفض وبيقول لها انها كده هتقضي على مستقبله، وانه مش هينفع يكون خادم لبنتها العمر كله. وبيقول لها انه لما يكمل في الغنى هيعتمد على نفسه، وممكن بعد كده يطلب ليز للجواز من غير إهانة. وبيختار ريمي انه يكمل مع فيتاليس ساعتها. بعدها بيمشوا، بس وهم في الطريق بيبدأ يحس فيتاليس انه تعبان، وبيقفوا في نص الغابة وبيلاقوا ان الذئاب حواليهم في كل حتة، فبيجروا بسرعة منهم لما بيلمحوا بيت صغير عشان يستخبوا فيه. واول ما الليل بيخلص بيطلعوا يدوروا على القرد بعد ما كان خايف بالليل وطلع استخبى على الشجرة. في الوقت ده ليز كانت قاعدة مع مامتها اللي بتعمل بطانية لابن عمها، وليز بتقول لمامتها ان دي نفس البطانية اللي كانت مع ريمي. بس مامتها مش بتصدقها وبتقول لها ان البطانية دي من اشهر خياط في لندن، ومش ممكن اي حد يشتريها الا لو كان من الطبقة الغنية. وقتها ليز بتحكي لها حكاية ريمي وانه ما يعرفش اهله. الناحية التانية بيوصل فيتاليس وريمي المدينة وبيدخلوا فندق عشان يقعدوا فيه، وبما انهم معهمش فلوس بيروح فيتاليس عشان يتفق مع صاحب الفندق انه يقدم عرض موسيقى، وبيبدأ انه يعزف على الكمان بتاعته، وريمي بيكون اول مرة يشوفه بيعزف. وبعد ما بيخلص العرض بيكونوا ما قدروش يجمعوا الا 26 فرنك بس. ساعتها في واحدة من الضيوف بتيجي عشان تسلم على فيتاليس بعد ما عرفته، وبتقوله انها كانت بتحضر له حفلات زمان وبتعزيه في موت ابنه ومراته، وبتسيب له عملة ذهبية وبتمشي. وبيفرحوا جدا ان بقى معاهم فلوس وهيقدروا انهم يعالجوا القرد بتاعهم. بس لما بيطلعوا الأوضة بيلاقوه مات على السرير، وفيتاليس ساعتها بيتعب اكتر والمرض بيزيد عليه، والدكتور بيقوله انه لازم يبدأ يتعالج بسرعة والا هيموت قريب. ولما بيقرر انه يقول لريمي عن حالته بيرجع في كلامه تاني لما بيلاقي ريمي بيديله جواب بعتته ليز، وبتقوله فيه انهم لقوا اهله الحقيقيين، وانها لما حكت لمامتها قصته قالت لكل اصحابها لحد ما قدروا يوصلوا لعيلته الحقيقية في لندن. وهنا بيقرر فيتاليس انه يروح معاه مشواره ويأجل علاجه لحد ما يطمن عليه. وبيروحوا بعدها لندن وبيقابلوا محامي العيلة اللي اول ما بيتأكد منه بياخده على بيت عيلته ويعرفوا عليهم. بس اول ما ريمي بيشوف عيلته بيخاف ومش بيكون عنده نفس الحماس اللي كان عنده قبل ما يقابلهم. ولما بيودعوا فيتاليس قبل ما يمشي ريمي بيقوله انه لازم يتعالج، وبيطلع عارف موضوع تعبه من زمان. ولما بيمشي فيتاليس بيطلع ريمي ينام في اوضته، وبيصحى بالليل لما المية بتاعت الشتاء بتنزل عليه من فتحة في السقف، وبياخد شمعة وبيخرج عشان يستكشف المكان، وبيشوف الست اللي بتكون عاملة انها امه، وبيجروا وراه وبيمسكوه وكانوا لسه هيقتلوه. بس في اللحظة دي بيدخل فيتاليس والكلب بتاعه وبيهجموا عليهم، وبيعرف منهم انهم مش اهل ريمي ولا حاجة، وان المحامي ده بيكون عمه وهو اللي ورا الحكاية دي كلها، وانه بعد ما اخوه مات اللي هو ابو ريمي كان المفروض هو اللي يورث كل ثروته، بس مراته كانت حامل وبكده ما كانش هيقدر ياخد اي حاجة من الثروة. فقرر وقتها انه يخلص من الطفل واجر شخص عشان يقتله. بس الراجل اول ما بيبصله ما بيقدرش يعمل كده، واخده بعيد وسابه في المكان اللي جيروم لقاه فيه. وبيعرفوا منه ان مامة ريمي لسه عايشة، فبياخدوا منه عنوانها وبيروحوا لها. بس بيكون في عاصفة جامدة اليوم ده وريمي بيفقد وعيه في الطريق، وفيتاليس بيشيله وبيبذل كل جهده عشان يرجعه لأمه تاني، لحد ما بيقفوا عند مبنى مهجور عشان يستريحوا فيه، وبيولع فيتاليس نار عشان يدفيه. وفي الوقت ده فيتاليس بيموت. ولما ريمي بيفوق بيلاقي نفسه في بيت مامته بعد ما الكلب قدر يجيب حد يساعدهم، وساعتها كان عمه وصل وعايز ياخده ويمشي، وبيقول لمامته انه مش ابنها الحقيقي، بس مامته بتمنعه من انه ياخده لغاية ما تطمن عليه. وبالصدفة بتشوف في هدومه الجواب بتاع ليز، وبتتأكد انه ابنها فعلا، وبيتلم شملهم هما الاتنين، وعمه بيتقبض عليه وبيتنفي من انجلترا. وعشان ريمي ما قدرش ينسى فيتاليس وكل اللي عمله عشانه بيطلب انه يدفن قريب منه عشان يزوره كل يوم، وما نساش الست اللي ربته وراح لها عشان تيجي تعيش معاه. وكبر ريمي وعاش حياته سعيد بعد ما حقق حلمه انه يكون مطرب مشهور، واتجوز ليز اللي كانت سبب في اللي هو فيه دلوقتي، وبيحول القصر بتاعه لدار ايتام باسم فيتاليس. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وقولوا لنا ايه رأيكم في الفيلم.